الأنيميا يا جماعة من المشاكل المنتشرة جدا في الأطفال، لذلك الطب بيجبرنا إن احنا نعمل للطفل كل سنة صورة دم كاملة مش هيموجلوبين فقط. علشان نطمن لو في أنيميا ناخد لها علاج، مفيش أنيميا نتأكد السنة الجاية وكل سنة لحد 12 سنة. الأنيميا تعمل لي مشاكل رهيبة في المناعة، في الشهية، في التحصيل الدراسي، تزود ضربات القلب، تلاقي الطفل بيتعب من أقل مجهود، تساقط في الشعر حتى في الكبار. فبالتالي ممكن اقول لك 20 مشكله الانيميا بتعملها واحنا مش واخدين بالنا. لذلك لازم اعمل صيانه دوريه كل سنه مره كده صوره دم. طبعا هلاقي ناس كتير في التعليقات كاتبه لي يا دكتور الهيموجلوبين بتاع ابني 11، اديله ولا ما اديلوش؟ 10 اديله ولا ما فيش حاجه اسمها كده. انت تعملي صوره دم كامله وتروحي تعرضيها على دكتورك وهو يحدد بناء على وزن الطفل وحالته. مش قادره تروحي ممكن تحجزي معانا في الاونلاين ونقعد نتناقش بقى براحتنا، عشان الموضوع ما بيخلصش في كلمتين. لان مش كل الانيميا بتتعالج بحديد، عشان انتوا فاكرين كده. هو اشهر انواع الانيميا انيميا نقص الحديد، فمعظمهم بياخدوا حديد، لكن في انواع ممنوع فيها الحديد. فدي مش قصه هتخلص في تعليق على الفيسبوك في كلمتين كده، اللي هو اديله ايه وما اديلوش ايه. الموضوع مش بالسهوله دي يا جماعه. خلاص. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.